ليه الكاوتش بيكون لونه اسود؟ ازيكم يا امهات الهندسه. النهارده هنجاوب على سؤال يمكن عمرك ما فكرت فيه، بس ليه اجابه مفاجاه وفيها هندسه كتير وراها. بص لاي عربيه او موتوسيكل او شاحنه او حتى طياره، ايه اللي مشترك بين كل المكانات دي غير العجل؟ الكاوتش. وايه لونهم؟ كلهم سودا تقريبا دايما. بس عمرك فكرت ليه الكاوتش لونه اسود؟ الموضوع مش موضة ولا شكل بس. في الحقيقة اللون الأسود بتاع الكاوتش هو واحد من أكبر أسرار التحمل والأداء، وقبل كل حاجة الأمان اللي جابته لينا هندسة المواد. هو عنصر أساسي بيحول المطاط الطبيعي اللي أصلا مش لونه أسود لمكون قوي ومرن يقدر يتحمل كل الظروف المختلفة. بس لو المطاط الطبيعي مش لونه أسود، ليه الكاوتش بقى لونه أسود مع الوقت؟ إيه هو المكون السحري اللي بيدي اللون الغامق ده وفي نفس الوقت بيحسن خواص المطاط بشكل كبير؟ عشان نحل اللغز ده لازم نرجع بالزمن ونعرف شوية عن تاريخ الكاوتش والمطاط. في بداية صناعة السيارات لما العربيات الأولى بدأت تمشي، الكاوتش كان معمول تقريبا بالكامل من المطاط الطبيعي. والمطاط الطبيعي زي ما بيطلع من شجرة المطاط بيكون لونه عادة أبيض لبني أو أصفر فاتح أو بيج فاتح. عشان كده أول كاوتش كان لونه أبيض أو فاتح قوي قريب من لون المطاط الخام. ممكن تشوف صور لعربيات قديمة وبعضهم فعلا كان عندهم كاوتش أبيض، بس المطاط الخام ده كان عنده مشكلة كبيرة، ما كانش متين قوي، كان بيتآكل بسرعة وكان ضعيف قدام الشمس والحرارة، وما كانش بيوفر القوة المطلوبة لمتطلبات العربيات اللي بتزيد كل يوم. كانت بتعيش مسافة قليلة جدا. ساعتها بدأ المهندسين والكيميائيين يجربوا إضافات علشان يحسنوا أداء الكاوتش. وإيه هو الإضافة الثورية اللي غيرت تاريخ الكاوتش وخليته لونه أسود؟ الإجابة هي مسود الكربون، أو زي ما معروف بالإنجليزي كاربون بلاك. أسود الكربون اتضاف في صناعة الكاوتش حوالي سنة 1910، وهو في الأساس شكل من الكربون المطحون ناعم جدا، وبيتم إنتاجه عن طريق الاحتراق غير الكامل لمنتجات البترول الثقيلة. هو مش مجرد صبغة، لكن مادة بتندمج مع بنية المطاط نفسها. بس ازاي اسود الكربون اللي هو مجرد بودرة سودة بيقدر يغير الكاوتش بالشكل المدهش ده؟ هو بيشتغل على كذا ناحية. أول حاجة هو عامل تقوية. أسود الكربون بيعمل روابط كيميائية مع سلاسل البوليمر في الكاوتش، وده بيخليها أقوى بكتير ضد السحج والتآكل، كأنه بيعمل شبكة مجهرية جوه الكاوتش، وده بيعلي مقاومتها للشد والتمزق. من غير أسود الكربون الكاوتش كان هيعيش جزء صغير من عمره الحالي. وكمان النيجرو دي فومو بيزود تشتيت الحرارة. الكوتشيات وهي ماشية بتولد حرارة كتير بسبب الاحتكاك المستمر مع الطريق وانحناء الكاوتش. الحرارة الزايدة دي ممكن تسبب ضعف وتلف في الكاوتش. الكربون الأسود عنده القدرة إنه يمتص ويشتت الحرارة بكفاءة عالية، وبيوزعها على هيكل الكوتش وبيمنع إنها تتركز في أماكن معينة. ده بيطول عمر الكاوتش وبيساعده يحافظ على خواصه حتى في درجات الحرارة العالية. كمان الكربون الأسود بيوفر حماية ممتازة ضد الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس. بس إيه دور اللون الأسود في حماية الكاوتش من الشمس؟ الضوء فوق البنفسجي من أكبر أعداء الكاوتش، لأنه بيسبب عملية تدهور جزيئي بتخليه هش وأقل مرونة. الكربون الأسود بيشتغل كأنه واقي شمس قوي جدا، بيمتص الأشعة فوق البنفسجية وبيحمي جزيئات الكاوتش. من غير الحماية دي الكاوتش كان هيتشقق ويتلف بسرعة تحت أشعة الشمس. الكوتشيات اللي بألوان تانية ومن غير الكربون الأسود عمرها الافتراضي هيقل جامد لو اتعرضت للشمس لفترات طويلة. يعني هو مزيج العوامل دي زي التعزيز الهيكلي وتبديد الحرارة
والحماية من الأشعة فوق البنفسجية هو اللي بيخلي الكربون الأسود عنصر أساسي في صناعة الكوتشيات الحديثة. بيقدر إنه ممكن يزود عمر الكوتشية لحد 10 مرات مقارنة بالمطاط النقي. التحسن ده في المتانة والأداء خلاه يبقى معيار صناعي، وبقى اللون الأسود هو السمة الأساسية للكوتشيات في كل مكان. بس لو حد عايز كوتشيات بألوان تانية، ينفع يبقى فيه كوتشيات مش سودة؟ أيوة، من الناحية التقنية ده ممكن. شفنا قبل كده مثلا كوتشيات بيضة زي الكوتش اللي فيه شريط أبيض، وده كان مشهور في فترات معينة، وكان بس الجوانب هي اللي لونها أبيض. ودلوقتي في كوتشيات ملونة خصوصا للعجل أو العربيات اللي بتتعرض في العروض. لكن علشان يطلعوا الألوان دي، المصنعين لازم يستبدلوا الكربون الأسود بمواد تانية أو أصباغ أو مواد تقوية مش سودة زي السيليكا مثلا. مع إن السيليكا برضو مادة تقوية كويسة، بس مش بتدي كل مميزات الكربون الأسود، خصوصا في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وتبديد الحرارة، وكمان غالبا بتكون العملية أغلى. ده معناه ان الكاوتش الملون غالبا بيكون عمره اقل، اغلى، او اداؤه مش زي الكاوتش العادي. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وحط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد، فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى اكتر على المنصة، وكمان اسمك يبان في فيديوهات. ولو حابب تعرف اكتر على الكورسات اللي بنرشحها، امسح الكيو ار كود اللي جنبك او ادخل على الرابط في وصف الفيديو، وهتلاقي فرص كتير تتعلم مهارات هتفرق معاك في شغلك. وانت عمرك فكرت قبل كده ليه الكاوتش لونه اسود؟ او يمكن تعرف كاوتش ملون ليه قصة مميزة؟ سيب لي رأيك في التعليقات لأني حابب أعرف. هنا جنبك في فيديوهين مهمين لازم تتفرج عليهم علشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا، دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. ده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة. ببعت لك حضن كبير واشوفك في الفيديو الجاي.